ما تجيش ليبيا الفترة دي. ايوه زي ما بقول لك كده، ما تجيش ليبيا الفترة دي. تعال اقول لك ليه. بص، حاليا الدينار نازل، الدينار حاليا ب5 جنيه و40 قرش، والله اعلم ممكن الايام الجايه ينزل اكتر. دي اول حاجه. تاني حاجه، الشغل الفتره دي مش احسن حاجه، يعني الشغل قليل جدا الفتره دي. دي تاني حاجه. تالت حاجه، الفتره اللي احنا فيها هنا مش كل الناس اللي قاعدين هنا بتشتغل، وفي ناس كتير بتبعت لي على الخاص ان هي محتاجه شغل، وفي ناس كتير بتقعد شهر وبتقعد 2 من غير شغل. فانت تعالى بس نحسبها مع بعض كده، انت حتى لو موجود هنا حاليا وبتشتغل ب70 دينار، ب100 دينار في اليوم، لو بتوفر 100 دينار حتى، تمام، وبتشتغل كل يوم، وده من 7 المستحيلات، قليل جدا اللي بيشتغل كل يوم. فانت بتوفر 3000 دينار في الشهر، لو ضربتهم في 5 و... وجروش، تمام، هيطلعوا معاك 16000 جنيه. طلع بقى، شوف انت بقى هتصرف من 16000 جنيه، هتصرف من 3000 دينار اللي انت بتشتغل بيهم طول الشهر، شوف هتصرف منهم هنا ايه. لو هتصرف منهم 1000 دينار، يعني انت هتوفر منهم حوالي ما يجيش 11000 جنيه، ممكن تجيبهم في مصر وانت مستريح. فالناس اللي بتبعت لي وعاوزه تيجي اليومين دولت، لا، خليك بعد العيد لغايه ما تشوف الدنيا هتتظبط ولا لا، والدينار هيتظبط ولا لا. وكمان الشغل بعد العيد بيتحرك اكتر، انما في الشهرين دولت الشغل كساد، الشغل قليل، وكمان جاي عليك رمضان كله بيبقى قاعد. الشغل طبعا في رمضان بيبقى ما فيش. فنصيحة، اللي جاي اليومين دولت يأجلها لغاية بعد العيد، لغاية ما يشوف الدولار هيتظبط ولا لا، وكمان لغاية ما الشغل يفتح بعد العيد والدنيا تبقى كويسة.